اوعى وش fucking hell. خلاص calm down. خلاص اوعى وش fucking hell. خلاص عمالين تهاجموها. انتوا محدش يعرف اي حاجه، انتوا ما تعرفوش ايه اللي حصل فينا اصلا. انا لما عمي عرف امبارح جاله جلطه ومات. انا عمي مات بسببي. عمامي كلهم اتاخدوا ولاد خالتي وابويا. محدش عارف ايه اللي حصل في الاول. بتتكلموا ليه بتعملوا كده؟ انا بموت نفسي. انا مستقبلي كله ضاع خلاص. انا في ثالثه ثانوي وبقالي شهرين وبتخرج. انا من الاوائل. انا ما حدش عارف حاجه. حرام عليكم. بتتكلموا ليه بوظتوا لي حياتي ليه؟ انا لحقوني في المستشفى كنت هموت نفسي. انا عمي اتدفن امبارح وما عرفتش اروح. ما روحتش عند عمي. البنت انا اللي بيقولوا بلف على المستشفيات. انا بعد الحادثه دي انا رحت اتجوز لقيتها هي هناك هي وباباها. انا جالي ارتجاج في المخ وكدمات في كل جسمي ومعايا تقرير كده وتقرير مستشفى حكوميه ومختومه من عميد وفي شهود على كل حاجه. اي حد بيحاول يتكلم بيسكتوه. الست بعتت على الجروب بتقول انا ابني حاضر من الاول والبنت هي الصغيره هي اللي بادئه بالشتيمه. ده فعلا اللي حصل. يعني ده كانت شتيمه بس البنت اتعرشت باختي. هو انا اعمل كل ده وانا اعمل كده على الفاضيه وانا مجنونه؟ البنت جابتني من شعري. انا في كدمات في كل جسمي. انا مش قادره احرك رقبتي. انا جايه بعمل لكم الفيديو ده اقسم بالله بالعافيه. انا مش قادره اتكلم ولا اعمل اي حاجه. بس دي الحل الوحيده. ومش عايزه اوصل على الدرجه دي ولا عايزه اطلع اعمل كده. انا مش عارفه اوصل من دلوقتي. مش عارفه. مستقبلي كله ضاع. لما انا رحت المستشفى البنت كانت ماشيه وكانت تمام. الدكتور قال لها انت عندك حاجه بسيطه في مناخيرك وهنردها لك دلوقتي. البنت ما فيهاش اي حاجه. عملوا لها اشعه على المخ ما كانش فيه اي حاجه. انا وهي كنا في مستشفى الجوي ودخلت زارتني. البنت دخلت لي وتاسفت لي وقالت لي مش عايزين نكبر الموضوع. وقالت لي ما تعمليش حاجه والنبي. راحت كلمت مامتي قالت لها ما تعمليش حاجه والنبي يا طنط انا وهي هنتصالح. كل ده اتاريهم هم اللي عايزين يرفعوا عليا قضيه. كل ده كانوا بيغفلونا. انا اللي كنت ارفع قضيه الاول وكنت رايحه اعمل تقرير عشان كده. راحوا هم سبقوا بالتقرير اللي خالتها صورت تقول منك لله منك لله. الناس بعتلي بيقولوا لي لو نزلتي هنضربك وهنعمل وهنسوي فيكي. والشهود اللي كانوا موجودين في اول الحادثه من اولها لاخرها اي حد بيتكلم. في واحد كان بيدافع عني كان موجود من اول الحادثه طلعوه من الجروب. والام انا معايا سكرين شوت بكل الكلام ده. واقسم بالله مش هسيب حقي. مش هسيب حقي لاي حد. واي حد جاب سيرتي في اي حاجه وحشه واتكلم عليا انا مش هسيب حقي عشان انا مش غلطانه. والبنت لما بعتوا على الجروب الام وقالت يا رب مش عارفه. البنت لما قالت انا ابني حاضر من الاول والبنت الصغيره هي اللي بدأ بالشتيمه والضرب. امها ام البنت كارما امها اللي منها لله قالت لها امسحيها. اي حد بيتكلم وبيدافع عني بيخليهم يمسحوا كل حاجه. اي فيديو بيدافع عني بيعملوا ريبورت وبيمسحوا كل حاجه. ما حد عايزين يطلعوني انا والمدرسه اللي خايفه ومش قادره تطلع الفيديو. طلعوا الفيديو حسب الله ونعم الوكيل فيكم. البنت متحرشه باختي. طلعوا كل ده في الفيديوهات. طلعوا الفيديوهات كلها. طلعوا من الاول هي واختي وهي نازله بتقول لها حاسبي عايزه اعدي. بعدين راحت قالت لها بعدين راحت اختي قالت ايه الاشكال دي ومشيت. بعدين وهي اختي ماشيه قدامها بعدين راحت ماسكاها من ورا. لما اختي جايه لي مخضوضه بتقول لي شوفي ايه اللي حصل. راحت قالت لها تعالي لي قوليها قدامي بصوت عالي وعماله تشرح لي تعالي قوليها لي في وشي تعالي لي لو تعرفي. انا رحت لها قلت لها ايه اللي حصل. قالت لي مالكيش دعوه. طلعت انت ورا الموضوع وتصوت وكل حاجه. بعدين البنت مسكت ايدي وقالت لي ماسكه ايدي وراحت رزعاها. انا قلت لها انا اسفه لما اقول كل الحاجات دي وانا عارفه ان العيله لفظ في اخر الفيديو لكن اقسم بالله ده رد فعل. ده مش فعل والله العظيم. ده رد فعل. ده مش فعل. وهي اللي بدأت كل حاجه وكل حد مصدقها. كل حد مصدقها بسبب الفيديو. المدرسه مش راضيه تطلع الكاميرات. مش راضيين يطلعوا الكاميرات وبيقولوا ان هم اللي فكوا الخناقه 90 ثانيه. اقسم بالله ما حصل. السكيورتي كان موجود ومحدش جه محدش لحقنا ولا اي حاجه ولا بدل. انا فيا كدمات وخرق وكل حاجه. كل ده باين في التقرير الطبي بتاعي. لما اختي جت بتحكي لي الموضوع ده
البنت زقتني، انا زقتها، بعدين راحت جايباني من شعري من الجنب ده، انا شعري يعني معظمه في الحته دي وقع خلاص، يعني كل حياتي اتدمرت، ومش عارفه اروح الجامعه والمدرسه بتفزلني انا في الاخر. انا عمي مات بسبب الموضوع ده. انا مش عارفه انتوا عايزين ايه تاني، انا مش عارفه. قضيه رأي عمي، انا عندي 16 سنه، عايزين تعملوا فيا ايه يعني؟ انا عمي مات وكل عيلتي اتضررت وانا اتضررت، انا مش قادره اعيش اصلا، مش عارفه هكمل ازاي بعد الموضوع ده. انا حاولت اموت نفسي ولقوني في المستشفى. يا اللي بتقولوا بلف على المستشفيات بلف على